السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وبتمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا بريوش على شكل كيكة، من اسهل الوصفات اللي ممكن نجربوها وبمكونات بسيطة. كيجي رائع خفيف وقطني والمذاق ديالو رائع فعلا. كنتمنى انكم تجربوه، والاهم انه سهل والمكونات ديالو متوفرة في اي بيت. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وفرجة ممتعة. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاجو هنا نصف لتر ديال الماء اللي كيكون دافي، وغادي نحتاجو هنايا الكأس ديال السكر، غادي نحتاجو هنا نصف كأس ديال الزيت، بيضه، وجوج معالق كبار عامرين ديال الزبده اللي كتكون كريميه، وعندي هنا جوج معالق كبار كيكونوا ممسوحين ديال الخميره الفوريه، وساشي ديال خميرات الحلويات، وساشي ديال سكر فانيلا، وعندي هنا الدقيق اللي كيكون مغربل من قبل. فبالنسبه للكميه كتبقى يعني على حسب الخليط وعلى حسب نوعيه الدقيق، ما نقدرش نعطيكم الكميه بالضبط. هنا غادي نجيبو اناء غادي نوضعو فيه الماء اللي كيكون دافي، غادي نضيفو عليه الكأس ديال السكر. فبالنسبه اللي كتعجبهم الحلاوه ممكن يديروا حتى الكأس ونصف. غادي نضيفو هنايا الزيت، وغادي نضيفو الفانيلا، وغادي نجيبو طراب يدوي وغادي نخلطو هاد المكونات مزيان غير باش هداك السكر يذوب وما يبقاش هكاك حبيبات. من بعد غادي نضيفو الخميره وغادي نخلطو مزيان. فبالنسبه الا كان الجو سخون ممكن ديروا غير معلقه كبيره ونصف. وغادي نضيفو هنايا البياض ديال البيضه، والاصفر غادي نحتفظوا به باش ندهنوا به الوجه ديال البريوش. فبالنسبه لهاد المقادير راه كيخرجوا جوج ديال البريوشات، واللي بغى غير يجرب يقدر يدير غير نصف الكميه، يعني يدير نصف المكونات ويدير بريوشه وحده. صافي هنا وغادي نخلط مزيان. غير كنشوفوا الخميره ذابت مع داك الخليط صافي كنحبسو وغادي نبداو نضيفو في الدقيق. وفي المرحله الاولى غادي نضيفو غير 3 ديال الكيسان ديال العنبه، كنبقاو نضيفو كاس بكاس ونحركو هكا باش الدقيق ما يتكور لكمش، حيت راه واخا الا كان مغربل يقدر يتكور. كل ما كنضيف كاس كنخلط. صافي بعد ما تخلط مزيان غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه جانبا يرتاح تقريبا غير واحد 5 دقائق، غير باش هذيك الخماره تفاعل. ومن الاحسن نديروه في مكان اللي كيكون دافي. صافي هنا من بعد ما الخليط ارتاح وهذيك الخماره كتكون تفاعلت، راه ما كيطلعش بزاف غير واحد شويه. هنا غادي نبداو نضيفوا الكميه ديال الدقيق حتى غادي تجمع لنا العجينه. وهنا نضيفوا غير شويه بشويه لانه العجينه ضروري تكون خفيفه وكتلصق في اليدين، وإلا كانت العجينه قاصحه راه ما غاديش ينجح معكم وما كيجيش مفشفش من الداخل. وغادي نضيف هنا خميره الحلويات مع الدقيق. صافي وغادي نبدا نجمعها بيدي، ومره على مره كنزيد الدقيق. وكما ذكرت ما نقدرش نعطيكم الكميه بالضبط ديال الدقيق لان كيبقى على حسب النوع الدقيق اللي عندكم، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه كما كتلاحظوا كيفاش كتكون خفيفه بزاف وكتلصق في اليدين، كنحاولوا نخدموها غير بهذه الطريقه، وراه ما كتحتاج انكم تدلكوها نهائيا. المهم انها تخلط والدقيق يدخل في الخليط مزيان. انا كنقول لكم القوام ديالها راه كتكون كتلصق بزاف. صافي في هذه المرحله غادي نضيفوا الزبده اللي ضروري تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني تكون كريميه هكا باش تدخل لكم بسرعه في العجين وما تعذبكمش. صافي غادي نبدا ندخلها بهذا الشكل حتى غادي تخلط كامله وما غاديش تبقى عندنا الزبده باينه. صافي هنا من بعد ما دخلت هذيك الكميه ديال الزبده راه العجين كيولي ملس ورطب، ولكن راه كيبقى هكاك خفيف وكيتلصق في اليدين واحد شويه. صافي هنا كنحاول غير نجمعو كما ذكرت، راه ما يحتاج انكم تدلكوه، غير يعني غير تخلطوه بيدكم هكا صافي. وانا غادي نجيب السلوفان وغادي نغطيه وغادي نخليه يخمر. كديروه في مكان اللي كيكون دافي راه ما كياخذش وقت طويل، بسرعه كيطلع. وإلا كان الجو بارد غير كتغطيوه مزيان راه كيطلع وكيخمر بسرعه.
صافي هنا من بعد ما خمر العجين كما كتلاحظوا ضروري تخليوه يوصل لهاد المرحله، يعني تضاعف الحجم ديالو باش يجيكم ناجح. يعني لو وصل لكم لهاد المرحله فعرفوا بان البريوش ديالكم او العجين ديالكم راه ناجح 100%. وهنا غادي نديروه جانبا، وغادي نجيب المولات اللي غادي ندير فيهم كما ذكرت انا. هاد العجين هذا كيخرج جوج ديال البريوشات، واحد كيكون شويه صغير وواحد كيكون كبير. وهنا لي مول راه دهنتهم بالزبده مزيان ورشيتهم بالدقيق هكا باش ما يلصقش معكم ويتحيد بسهوله. وغادي نجيب كميه ديال الزيت هي اللي غادي تساعدني باش نشكل العجين حتى كيكون كيتلصق في اليد. وعندي هنا كميه ديال الشوكولاته ديال الدهن اي نوع كان عندكم، هو اللي غادي نعمرو به البريوش ديالنا. كما ممكن تعوضوه بقطع ديال الشوكولاته. صافي غادي نحيد ليه السلوفان وغادي نحاول ننزلو غير واحد شويه من الجوانب. طبعا دهنوا يديكم بالزيت. وغادي نبدا نشكل كويرات اللي كيكون الحجم ديالهم متوسط، ما كنديرهمش صغيورين بزاف وماشي كبار. صافي وكنعمروهم بالشوكولات. صافي وكنسدو على العجين. راه الطريقه ساهله بزاف. كما كتلاحظوا راه واخا العجين كيكون خفيف ملي كدهنوا يديكم بالزيت يعني كيولي ساهل تخدموا به. صافي كنشكلوا كويره وكنحطوها في المول بهذا الشكل حتى غادي نعمروا المول كامل اولا القالب ديالنا كامل. صافي وغادي نكمل بنفس الطريقه. كناخذ كميه من العجين، طبعا كل مره كندهن يدي بالزيت وكنديرها على شكل كويره. من بعد كنضغط عليها واحد شويه في الوسط. صافي وكنعمرها بالشوكولات وكنسد عليها مزيان. هنا ضروري هاد المرحله تسدوا على العجين مزيان باش ما يخرج لكم الشوكولات، حيت الا خرج ممكن يتحرق ويلصق لكم هاد البريوش في القالب. صافي كنتاكد بانني سديتها مزيان وكنوضعوها في المول حتى غادي نعمر المول كامل. وهنا من بعد ما كملت تشكيل العجين كما ذكرت لكم راه كيخرج ليا جوج ديال القوالب ديال الكيك. هذه هي الكميه اللي خرجت لي هذاك العجين اللي درت معاكم، مول كبير ومول اللي كيكون متوسط. صافي وغادي نغطيهم وغادي نخليهم جانبا حتى كيخمروا يضاعف الحجم ديالهم ضروري باش ينجح معكم ويجيكم زوين. غطيوه وخليوه في مكان اللي كيكون دافي حتى كيخمر على خاطرو. صافي هنا البريوش ديالها من بعد ما خمر وتضاعف الحجم ديالو كما كتلاحظوا راه عمر لي المول كامل. ضروري تخليوه يخمر حتى كيوصل لهاد المرحله. وانا عندي صفار البيضه ضفت عليه كميه ديال النسكافيه وكميه ديال الزيت ونخلطهم مزيان. وللتزيين عندي هنا حبيبات ديال الشوكولاته وعندي كميه ديال البندق اللي كيكون مهرمش وعندي اللوز افيلي. والتزيين راه كيبقى اختياري، ممكن تكتفيو يعني غير بجنجان الا كان عندكم اولا تخليوه غير كيف ما هو. صافي غادي ندهن البريوش ديالي كامل مزيان من كل الجوانب باش كيجيكم محمر. وكدهنوه غير شويه بشويه هكا باش ما يهبطش، حيت العجينه كتكون خفيفه فبسرعه ممكن تهبط لكم. وغادي نرش عليه كميه ديال اللوز افيلي. طبعا كيكون ما محمرش حيت غادي يتحمر في الفران. وغادي نرش بكميه ديال الحبيبات ديال الشوكولاته. كنرشها على الوجه كامل كتعطيه شكل اللي كيكون زوين. وكما ذكرت راه كتزينوا باللي متوفر عندكم في البيت. وغادي نجيب البريوش الثاني حتى هو كيكون خمر والحجم ديالو تضاعف. وبنفس الطريقه دهنتو بصفار البيض وغادي نرشو بالبندق اللي كيكون مهرمش هكا. غير بغيت نغير لهم الشكل يعني ما ندير لهمش نفس الشكل. صافي وغادي ندخل لهم للفرن اللي كيكون مسخن من قبل. ضروري النار كتكون غير من الاسفل حتى كتشوفوه تحمر واللون ديالو ولا بني من الجوانب، عاد كتشعلوا عليه على الوجه باش كيتحمر. وبالنسبه للفرن الكهربائي راه كديروه على 180 درجه. وهنا البريوش ديالها من بعد ما طاب كما كتلاحظوا راه كيجي محمر وكيجي منفوخ وطالع. هنا كيكون مازال سخون، كتحاولوا تقلبوه ما تخليوهش حتى يبرد، حيت الا خليتوه حتى برد في المول راه كيطلق بحال الماء يعني كيتندى. كما لاحظتوا راه كيجي محمر وما كيلصقش نهائيا في القالب. وضروري تخليوه حتى كياخذ هذا اللون يعني كيجي محمر من الاسفل باش كيكون طايب مزيان. وكما كتلاحظوا راه كيكون رطب وهشيش واسفنجي. صافي غادي نقلبوه في صحن التقديم.
وبالنسبه لهاد البريوشه راه اللي كانت في المول المتوسط يعني ما كتجيش كبيره بزاف، وهذه البريوشه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، راه واخا كيكون سخون راه ما كيلصقش نهائيا، يعني بلا ما تخافوا منه غير قلبوه صافي وكتخليوه حتى كيبرد عاد كتقدموه. وهذا هو الشكل النهائي للبريوش اللي حضرنا اليوم. فبالنسبه للبريوشه اللي كتكون متوسطه زينتها بشويه ديال السكر الناعم، والتزيين راه كيبقى اختياري. اهم شيء البريوش راه ناجح وكيجي المذاق ديالو رائع، كما كتلاحظوا راه كيجي اسفنجي رطب بحال الكيك اولا اكثر، وكيجي قطني من الداخل. هنا كنقسم لكم باش تشوفوا كيفاش كيكون مقطن، ما كيجيش نهائيا معجن. ولا تبعتوا المقادير والطريقه اكيد غادي ينجح معكم. وراه المكونات ديالو بسيطه، بيضه واحده وبدون حليب كتحضر جوج ديال البريوشات اللي الحجم ديالهم عائلي. هنا غادي نقسم معكم باش تشوفوا كيفاش كيكون الشكل ديالو من الداخل، راه كيجي فيه هذاك الشوكولات دايب من الوسط. وانا غادي نقسم معكم البريوشه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، راه كتجي مقطنه وهشيشه وخفيفه، وراه كيجي المذاق ديالو رائع، ومن اسهل الوصفات اللي ممكن تجربوهم ونبدلوا شويه على الكيك وعلى البريوش العادي. فبالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا القناه ما ينساوش انهم يشتركوا باش يبقى يوصلهم كل جديد، وتخلوا لي لايك للفيديو فقط من اجل التشجيع. شكرا جزيلا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.